النهاردة هنشتغل على ديزاين جديد وهو ازاي نعمل شكل التقطيع في الفواكه بشكل كلمة. في الأول بنفتح ابلكيشن كانفا، وبعدين بنروح على علامة الإضافة وبنختار الحجم اللي احنا هنشتغل عليه. طيب بنختار منشور فيسبوك أفقي علشان ده الحجم اللي احنا هننزل بيه الحاجة على فيسبوك طبعا. بعدين بندوس على علامة الإضافة مرة تانية من تحت على اليمين، وبعدين بنختار العناصر وبنعمل سيرش عن كلمة موزة، وبنختار أول صورة هتظهر معانا أهي، وبعدين بنعمل لها انعكاس. طبعا بنزل تحت في الشريط اللي تحت وبنختار كلمة انعكاس وبنعمل لها انعكاس أفقي. طيب بعدين بندخل مرة تانية وبنختار النص، وبعدين بنختار إضافة عنوان وبنبدأ نكتب الكلمة اللي احنا عايزينها. طبعا في الأول بنحذف الكلمة اللي كانت مكتوبة اللي هي كلمة إضافة عنوان، وبعدين بنكتب مثلا كلمة بنتولة زي ما احنا شايفين اهو، كتبنا كلمة بنتولة. بعدين بنروح على التنسيق وبنختار ان احنا نخلي الحروف كلها كابيتال، بندوس على حرف الايه اهو، كده كل الحروف بقت كابيتال. بعدين بنبدأ نغير الخط بتاع الكلمة اللي احنا كاتبينها، ممكن نخلي الخط اي خط احنا عايزينه، مفيش اي مشكلة، مش لازم الخطوة دي قوي. انا بس بحب اغير الخط علشان يبقى مناسب للحاجة اللي انا بشتغل عليها. طيب بعد ما غيرنا الخط خلاص بنروح على التأثيرات. طبعا احنا طبعا كبرنا الحجم بتاع الكلمة شوية، وبعدين ندخل على التأثيرات اهو. بعدين بندخل على الشكل او التأثيرات وبنعمل انحناء. احنا بندخل طبعا على الشكل وبنعمل الانحناء. بعدين بنظبط الكلمة على الموزة، بنخليها تاخد شكل الموزة بالظبط علشان تكون مناسبة للشكل اللي هننفذه. طبعا بنبدأ نعمل ميول يمين وشمال علشان نظبط الكلمة، وبعدين بنحاول نخليها بادئة من الطرف بالظبط مع الكلمة، مع الموزة من فوق مع الكلمة، الاتنين مع بعض، الموزة والكلمة مع بعض بادئين من فوق بنفس الشكل. بعد ما بنظبط النقطة دي خلاص بندخل على علامة الإضافة مرة تانية، وبعدين بنختار العناصر، وبعدين بنختار شكل المربع اللي انت شايفه قدامك ده. بنبدأ نخلي الشكل ياخد شكل الحروف، أو طبعا بنخليه اللون بتاع الحرف الأول، وبعدين بنبدأ نظبطه على مقاس الحرف. بنعمل له ميول من السهمين اللي انت شايفهم من تحت كده، عاملين شكل دايرة لو انت شايفها اهو، احنا بنزوم عليهم. بعدين بنظبطهم على شكل الحروف. طبعا احنا هنا عايزين البداية والنهاية تكون مع الحرف، وعايزين البداية والنهاية تكون مع الموزة. عادي ممكن تطولها تحت شوية أو فوق شوية، مفيش مشكلة، ولكن لازم تبقى كاملة مع الحرف من أوله لآخره ومع الموزة من أولها لآخرها. السبب هنا طبعا إن احنا عايزين نخلي الموزة تكون ظاهرة بالشكل أكنها مقصوصة بالظبط بشكل الكلمة. طبعا هننفذ الكلام ده مع كل الحروف زي ما احنا شايفين اهو. عملنا الحرف، طبعا ما ينفعش تبقى فيه نقطة زايدة عن نقطة، أو نقطة كده رايحة يمين ونقطة رايحة شمال والكلام ده كله. طبعا احنا هنا زي ما احنا شايفين اهو بنبدأ نظبطها، مفيش أدنى مشكلة. بعدين بنبدأ نكرره مرة تانية وبنروح على حرف ال N وبنعمل نفس الفكرة ونفس الشكل. بنروح على الناحية التانية برضو من الحرف نكرره وبنبدأ نظبطه، وبنظبط الميول زي ما احنا قلنا، ما نخليش حاجة زايدة ولا حاجة طالعة من الحرف ولا حاجة طالعة من المستطيل. طبعا ده شكل مستطيل تقدر تجيبه من الأشكال وتكبره وتصغره، علشان في ناس كتيرة جدا لما عملنا ده في الدايرة مع الفراولة كان في ناس بتشتكي إن هو ما بيتمددش معاه. لا تقدر هنا يتمدد ومفيش أي مشكلة. ما تنساش كمان إن أنت تشترك في القناة علشان في فيديوهات كتيرة هتنزل الفترة الجاية إن شاء الله، وهيكون فيها أفكار جميلة جدا هتقدر تطورك بإذن الله. طيب احنا زي ما احنا شايفين مع بعض اهو، بدأنا نظبط الشكل. خلاص باقي لنا تقريبا حرفين او حاجة او 3 حروف وخلاص يبقى الشكل انتهى. طبعا حرف الايه او حرف الاو اسف هتسيبه، وحرف الايه هو اللي هتشتغل على ناحية واحدة منه، والناحية التانية تقريبا هتلاقيها مظبوطة، ولكن هنحاول برضو نخلي الناحيتين يكونوا كاملين لآخر الموزة من تحت. طبعا حرف ال زي ما احنا شايفين هنرجع له مرة تانية علشان النقطة او الخط الاسود اللي جاي في نص الموزة ده هنرجع نشيله، ولكن نخلص الشكل اللي احنا شغالين عليه. طيب احنا بنحاول اهو نظبط الشكل برضو علشان الميول بتاعه يكون مظبوط. صلي على سيدك النبي كده عشان تكسب حسنة. طيب احنا بنعمل تكرار مرة تانية، وزي ما احنا شايفين التكرار اهو بدأ يروح لحرف الايه.
هنبدأ نزوم عليه برضو بحيث ان احنا نظبط الشكل بدون ادنى مشكلة، ونختار الشكل او العنصر اللي احنا هنبدأ نضيفه، واهو ضفنا على حرف ال A. عادي احنا خلاص ظبطناه. نظبط اكتر زي ما احنا قلنا، مش عايزين حاجة تبقى ظاهرة انها في وصلة معمولة او حاجة زي كده. طبعا الموضوع هيبان متعب، ولكن الموضوع سهل جدا ومفيهوش اي صعوبة. زي ما احنا شايفين الشكل بقى تمام معانا اهو. طبعا انا بحاول اظبط الموضوع بقدر الامكان علشان يبقى الشكل كويس. تمام، انا شايف كده ان الشكل بقى تمام. خلاص. طبعا حرف الايه هنا مظبوط، ولكن زائد التأكيد برضو علشان لو في اي حاجة ما ظهرتش مع الموزة، لان احنا في خطوات تانية كتيرة هتتم دلوقتي. تمام، الشكل بدأ يظبط معانا كله من اوله لاخره. ظبط يمين شمال زي الفل. طيب، عندنا بقى حرف ال L. زي ما احنا شايفين حرف ال L اهو موجود. احنا طبعا رحنا للصفحات، ولكن نرجع تاني. جبنا مستطيل وبدأنا نضيفه على حرف ال L. طبعا هنسيبه باللون بتاعه، مفيش أي مشكلة، لون الأصفر أو أي لون يجي معاك، حتى لو أبيض مفيش أي مشكلة. نبدأ نضيفه عليه. طبعا نحط الوضع وبنختار إن هو يكون إلى المؤخرة أو إلى الخلف، عشان طبعا لو حطينا إلى المؤخرة هيكون ورا الموزة. إلى الخلف مرة تانية. بعدين بنكرره ونعمل شكل حرف ال L اللي احنا قصيناه ده هنعمله بقى هنا تحت. طبعا نخليه أسود علشان يبقى برضو ماشي مع الكلمة. طيب، كررناه مرة تانية وبنبدأ نضيفه برضو مع الشكل اللي احنا عاملينه. بعد ما خلاص كده احنا ظبطنا الموضوع، هنبدأ نضيف صفحة جديدة بنفس الشكل ونفس المقاسات. هنبدأ نشيل الموزة من ورا، وبعدين هنبدأ نكرر المربع اللي انت شايفه ده، المربع الأصفر. هنكبره شوية بقى ونخلي الكلمة كلها جوه الشكل اللي انت شايفه، وبعدين بنعمل الوضع ونخليه إلى المؤخرة. بعد ما عملنا كده طبعا نبدأ نخلي الخلفية اسود مثلا والكلام اسود، او ان احنا نغير الخلفية نخليها ابيض ونخلي الكلام ابيض. هنختار ان احنا نمشي على لون ابيض، وخليك ماشي بالشكل ده باللون الابيض علشان لما نقصها تبقى ماشية بنفس التنفيذ. هنخلي المربع الاصفر طبعا، نختار الطبقات وبعدين نختار المربع الاصفر ده ونخليه باللون الاسود. زي ما احنا شايفين طبعا بتدوس على اللون الاسود وبعدين بتدوس تغيير الكل الى اللون ده. طيب، بعد ما غيرنا الكل لون الاسود بعدين بنحفظ الصورة، مفيش أي مشكلة. بعد ما حفظنا الصورة بنفتح صفحة جديدة، وبعدين نبدأ ندوس على علامة الإضافة مرة تانية. طبعا عادي ممكن نغير اللون بتاع الخلفية نخليه أصفر، وندوس على علامة الإضافة ونروح على الصور ونجيب الصورة اللي احنا لسه عاملينها. طيب، اخترنا الصورة اللي احنا لسه عاملينها اهو. نرجع مرة تانية للصفحة اللي احنا كنا شغالين عليها. نبدأ نكبر الصورة، طبعا نخليها تاخد مقاس الصفحة بالظبط زي ما كانت موجودة في الأول، أكنها هي الصفحة، مفيش أي مشكلة طبعا. اهو نبدأ نكبر من الزوايا زي ما انت شايف النقط اللي في الزاوية، وما نكبرش من الخطوط. بندوس على إزالة الخلفية، بتبدأ الخلفية تتشال ويبدأ عندنا الشكل اللي انت شايفه ان الكلمة مكتوبة بس. بنروح للموزة مرة تانية وبناخدها نسخ. ندوس على علامة المزيد وبعدين بندوس على نسخ علشان نعرف نحطها في المكان بالظبط اللي كانت محطوطة فيه. بندوس على علامة المزيد برضو اللي هتبقى على الشمال خالص، وبعدين بندوس لصق. طبعا زي ما انت شايف كده الشكل بدأ يظهر معانا. بنروح برضو للطبقات مرة تانية وبنختار. طبعا احنا بنقص الأول هنا الكلمة على مقاس الأسود بالظبط، وبعدين بنختار الموزة ونقصها برضو بنفس الشكل. طيب، بعدين بنغير الخلفية للون الأسود. الخلفية الصفراء بنخليها لونها أسود. طبعا احنا خليناها لونها أصفر الأول علشان نبقى شايفين إن الشكل اتقص وبقى موجود معانا. هنا الموزة مش مقصوصة بشكل مظبوط، فاحنا هنبدأ نقص من الشكل شوية بس علشان نبدأ نظبط الموزة زي ما انت شايف كده. تمام، وبعدين هرجع للشكل مرة تانية الشكل الأسود وهنخليه مظبوط على نفس المقاس. طبعا هنا بدأت الفكرة تظهر. هنعمل بس تنزيل. هناخد الصورة ننزلها. طبعا بنختار الصفحة الحالية فقط وبعدين بنبدأ نعمل تنزيل للصورة.
بعد ما بننزل الصورة خلاص تمام، بيقول لك تم حفظ الصورة خلاص، ندخل على الصفحة الجديدة، نفتح صفحة مرة تانية. احنا بس بنشد كده بيفتح لنا الصفحة، بنختار الصورة اللي احنا كنا شغالين عليها اهو، اخر صورة اتحفظت وهي مكتوبة كلمة بنتولا وجواها الموزة اللي احنا شغالين عليها. نكبر الحجم برضو بنفس المقاس بالظبط علشان لما تحط الموزة تبقى موجودة على نفس المكان بالملي. طيب بنشيل الخلفية برضو مرة تانية علشان نخلي الموزة بس هي اللي موجودة اهو. بعدين بنبدأ نعمل لصق، برضو بتيجي الموزة اللي احنا كنا عاملين لها نسخ بتخليها الوضع بتاعها بيكون الخلف، وبعدين بتبدأ تكرر الموزة مرة تانية وتخليها واحدة على اليمين واحدة على الشمال، أو إن أنت تخليها على نفس مكانها وبتبدأ تقص منها علشان تاخد الشكل اللي أنت شايفه قدامك ده. ركز في النقطة اللي جاية لأن هي التصميم كله في الحتة دي. طيب احنا هنا بنبدأ نقص ونظبط بحيث إن هي ما تبقاش باينة من الحروف نهائي. زي ما أنت شايف أنا بحاول أظبطها بقدر الإمكان علشان ما تبقاش باينة من الديزاين، تبقى باينة حتة كده طالعة من الحرف أو حاجة، لأ أنا عايزها على الحروف بالملي، وكمان الحروف بتبقى ظاهرة لك متخططة كده بشكل أسود شوية، فبتبقى ظاهرة معاك مش مستخبية يعني. طيب بنختار برضو الموزة التانية وبنبدأ نقص، نخليها ناحية اليمين وواحدة ناحية الشمال زي ما قلنا. نبدأ نقصها ونظبطها مع حرف الإيه برضو، نبدأ نصغرها لفوق شوية ونصغرها لتحت شوية لحد ما نخليها بالشكل اللي احنا عايزينه. هنا طبعا حرف الإيه خلاص أهو، لازم نخليها على حد الحرف زي ما انت شايف كده. نبدأ نقصها طبعا، مش صعب ان احنا نكررها مرة تانية، ونبدأ نخليها على نفس الشكل بالملي، ونشدها بس شوية من تحت، بعدين نشدها شوية ناحية الشمال، ممكن نشدها من تحت كمان شوية علشان يبقى الشكل زي ما انت شايف. طيب بندخل على الناحية التانية زي ما انت شايف كده، وبنبدأ نختار ان احنا الشكل نعمل طبقة، طبعا نعمل نسخ نفس الفكرة برضو تكرار، وبنبدأ نشتغل عليها زي ما انت شايف كده، ونعمل لها برضو تكرار مرة تانية، نحطها على نفس المقاس، وبنبدأ نشد ناحية لفوق شوية، وبعدين نشد ناحية اليمين لحد ما بنظبط الشكل. طبعا هنا في سنة ظاهرة ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه، فاحنا مش عايزينها تبقى ظاهرة، فزي ما انت شايف كده حاولنا نظبطها. بعد ما بنعمل الكلام ده كله بنختار الكلمة نفسها اهو، ندخل على الوضع ونخليها إلى المؤخرة. زي ما انت شايف الكلمة بدأت تظهر معانا، وبدأت تحس ان هي متساوية كده، مفيش أي خطوط ظاهرة أو حاجة. أنا لاحظت هنا حاجة إن في حاجة ظاهرة تحت، فهبدأ أظبطها برضو، مش عايزين أي سنة تكون ظاهرة. ركزوا جدا، وعايز التنفيذ يكون كويس يا شباب إن شاء الله. في انتظاركم على جروب بنتولا كوميونيتي علشان تنفذوا وتسلموا التاسك بتاعكم إن شاء الله. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.